السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى يلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم فيديو جديد على قناتي وصفات أم آدم. اليوم غدا نوجد معكم لاصوب بالخضر، كتجي زوينة بزاف، وميني بيتزا كيجيو روعة لا في الشكل ولا في المذاق. وما تنسونيش من لي لايك، واللي مازال ما اشترك في القناة يشترك فيها، مرحبا والف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله. بسم الله. غناخذ طنجره ندير فيها واحد 2 معالق ديال الزبده. عندي هنا الكوكوت، كنخليهم حتى كيذوبوا على هذا الشكل بحال هكا. كنزيد عليهم واحد البصله مشلضه وكنخليها تشحر حتى كتشحر ليا ديك البصله مزيان وطلق ديك النسمه ديالتها. عندي الخضر، عندي واحد القبيطه ديال القزبر والمعدنوس، واحد الطرف ديال القرعه حمراء، طريف تاع الكروم، واحد 2 حبات ديال الكورجيت، 2 حبات ديال الجزر، مطيشه، طوماط، بطاطا، اللفت، المهم الخضر اللي كانوا عندك كتستعمليهم. كنقطعهم وكنديرهم على ديك البصله وكنخليهم حتى كيتشحروا ليا مزيان. كنزيد عليهم واحد المعلقه ديال الابزار، معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال الخرقوم بلدي، وكنمرق عليهم بالماء سخون على هذا الشكل بحال هكا حتى كتغطى ليا ديك الخضر. وكنسد عليهم وكنخليهم حتى كيطيبوا، كدغيا تيطيبوا ما تياخذوش لينا الوقت بزاف. وبعد ما تيطيبوا ليا الخضر تنطحنهم على هذا الشكل بحال هكا. كنزيد عليهم واحد الكاس ديال لاكريم وكنخليهم يطبخوا لي واحد 5 دقائق وكنطفي عليها حتى كنبغي نقدمها. ودابا غندوز باش نوجد معكم ميني بيتزا. عندي 2 بيضات، نص كاس تاع الزيت، زلافه ديال الطحين يكون نوعيه ممتازه، عندي واحد الخماره حمراء، شويه معلقه ديال الخميره صغيره، وكنزيد عليها معلقه ديال السنيده وشويه الماء وكنخليهم يتفاعلوا. عندي كاس تاع الحليب عامر وكاس ما عامرش. داك الكاس اللي ما عامرش يمكن لك تعوضي بيه غور الطبيعي الا كان عندك، الا ما كانش عندك كديري غير الحليب. كنطرب هذاك البيض، كنزيد عليه شويه الملحه وشويه الابزار، كنزيد عليه هذاك نص كاس تاع الزيت، كنزيد عليه الحليب، كنزيد عليه ديك الخميره بعد ما تفاعلت، والحليب ديجا يكون سخون. كنزيد الطحين وكنخلط مزيان على هذا الشكل بحال هكا. كندير هذيك الكميه اللي بقات ليا، كنزيد عليها داك الساشي ديال الخميره وكنطربهم مزيان على هذا الشكل بحال هكا. وبعد ما طربتهم كنغطي عليه وكنخليه واحد ربع ساعه، نخليه يرتاح واحد ربع ساعه. وفي هذا الاثناء ندوز باش نوجد معكم الحشوه. عندي المقله درت فيها شويه ديال الزيت، درت عليها 2 بصلات مشلضين خضاريه على هذا الشكل بحال هكا، شويه الملحه شويه الابزار، كنخليها تشحر حتى تدبل ليا مزيان. زدت عليها شويه الفلافل الملونين، كنخليهم يتشحروا حتى كيتشحروا ليا مزيان. كنزيد عليهم شويه ديال الكفته، مهم اللي عندك لا داند يمكن لك تستعمليه ولا الطون، المهم اللي متوجد عندك في الدار يمكن لك تستعمليه. كنشحر هذيك الكفته حتى كتشحر ليا مزيان. كنزيد عليها واحد المعلقه ديال مركز الطماطم على هذا الشكل. كنزيد واحد المعلقه ديال التحميره،
كنزيد عليهم واحد شوية ديال الزيتون أسود، الزيتون بحال مقطّع على هاد الشكل بحال هكا، كنشحّر كلشي مزيان وكنخليها ترتاح جانبًا. دابا كناخد هاد ليمون، مهم ليمون اللي عندك يمكن لك تستعمليهم، أنا عندي هاد المول استعملتهم، كندهنهم بشوية ديال الزبدة، حتى كندهنهم كاملين ونرشهم بشوية ديال الطحين. المهم هاد الميني بيتزا جاو شي حاجة زوينة بزاف، صدقوني كيجيو زوينين بزاف وكتبدل الشكل. كنرشهم بالطحين حتى كنرشهم كاملين. بعد ما رشيتهم بالطحين كناخد الخليط، ما تنحركو ما حتى شي حاجة، غير كندير المعلقة ونبدا ناخد منه تنعمر هادوك الليمون. مهم ما تتعمريهمش بزاف، كندير فيهم غير 2 معالق، كنخلي فين تنفخ العجينة من عاد تدخل الفران، مازال غادية تنفخ، تنعمرهمش بزاف. كنبقى بحال هكا حتى كنعمرهم كاملين وكنديرهم في لاطا، كندخلهم للفران، كنشعل عليهم من الفوق ومن التحت، وكنخليهم حتى يتحمروا على 150 درجة. مهم دغيا تيطيبوا، ما تياخدوش لينا الوقت بزاف، دغيا تيتحمروا. غندخلهم للفران حتى يتحمروا ونخرجهم. وهادو هما لي ميني بيتزا ديالي بعد ما خرجوا من الفران، كيجيو على هاد الشكل، كيجيو محمرين وزوينين. كنزولهم من هادوك لي مول ديالهم وكنقادهم في اللاطا على هاد الشكل بحال هكا، وكل وحده تندير فيها معلقه ديال الحشوه. كناخد الحشوه كل وحده كندير فيها معلقه ديال الحشوه في ديك الحفيره اللي فيها الوسط، حتى كنقادهم كاملين. وبعد ما نقادهم كاملين غندير عليهم شويه ديال الفرماج وطريف ديال الزيتون وندخلهم للفران، غنشعل عليهم غير من الفوق حتى يذوب ليا داك الفرماج وتنخرجهم. كندير عليهم الفرماج، مهم الفرماج حمر ولا الموتزاريلا اللي كان عندك كتستعمليه ولا كتخلطيهم بجوج. كندير عليهم هداك الطريف ديال الزيتون وكندخلهم للفران حتى كيذوب ليا داك الفرماج وتنخرجهم، كنشعل عليهم غير من الفوق. وهادو هما الاطباق ديالي اللي وجدت معاكم، كيجيو على هاد الشكل، كيجيو شي حاجه زوينه بزاف. هادي لاصوب جات بنينه بزاف، صدقوني جات شي حاجه زوينه. وهذه ميني بيتزا جاو روعة على شكلا ولا مذاقا، جاو شي حاجة زوينة بزاف وحماقوا عليهم وليداتي، عجبوهم بزاف صدقوني. كتبدلي ليهم الشكل من الشكل تاع البيتزا العادية. ونتمنى يعجبوكم الاطباق ديالي وتجربوهم، وما تنسونيش من لي لايك، واللي مازال ما اشترك في القناة يشترك فيها، مرحبا والف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله.
ونخليكم مع لا فيديو، ومع السلامة إلى فيديو جديد إن شاء الله.